زمان اصبح مزيج ما بين التمرير والدريبلينج او الاختراق. تاني من جديد ادي روبن، ادي النموذج العظيم روبن 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 روبن. ضربة جزاء، ضربة جزاء مع سبق الاصرار والترصد، وروبن على موعد مع التاريخ. لو سجل سيكون رابع لاعب يسجل في تاريخ البطولة في 6 مباريات متتالية. هذا اذا سنحت له الفرصة ليكون هو المصوب لضربة الجزاء. وانذار اول في المباراة لهوبنيك لاعب هرتا برلين السابق، خسر 4-0 من قبل في عام 2010 و6-0 امام بايرن ميونخ عندما كان مدافعا لفريق هرتا برلين. الان مع فيكتوريا يحاول، ولكن مع سبق الاصرار والترصد ضربة جزاء لصالح بايرن ميونخ لصالح روبن. لسه بقول لحضراتكم ان هذا الضغط قد يجهد المنافس، قد يجهد المنافس ذهنيا فنيا بدنيا، قل عنه ما شئت. اذا نحن على موعد مع ضربة جزاء لمصلحة البايرن. نشوف مع بعض. نلعب في الدقيقة ال 25. وادي ريبري هو اللي قرر التصويب. ريبري افضل لاعب في العالم اعتقد في العصر الحديث او في الوقت الحالي. ريبري بطل البطولة العام الماضي. بلال 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 بلال، وهدف اخر جمال. البايرن يتقدم باول اهداف اللقاء. فرصة كبيرة، فرحة كبيرة، انتصار مبكر ينجح من خلاله ريبري في احراز اول اهداف اللقاء بضربة الجزاء. النجم الكبير ينجح في ان يتقدم بالهدف. ريبري بيقول له مالكش دعوه، اللي جاي هديها لك، هخليك رابع لاعب في تاريخ البطوله، تكون اكثر لاعب يسجل في 6 مباريات متتاليه. اللي جايه ليك، مره ليا ومره ليك، لكن اعتقد الفرحه يستحقونها. الله عليكم، الله عليكم، كلكم تسلم رجليكم، لان ما يقدموه بالجماعه بالمجموعه يفرض علينا دائما وابدا الاحترام لهذا الفريق. تاريخيا بالتاريخ بالماضي والحاضر يبقى دائما بايرن ميونخ فريق كبير. بعد الفرق بقيت في الماضي واختفت في الحاضر، وبعضها لم يكن حاضرا في الماضي وحضر في الحاضر. كنا نحكي في قيمة البارشا وما يريده بايرن ميونخ مع جوارديولا. ألابا من تاني، ألابا من تاني، ألابا من تاني، عملها من تاني، ألابا عملها تاني، والبايرن يضرب بقوة، يضرب بإصرار، يضرب بتحدي. وجوارديولا من جديد لفريقه يقول للعام الجديد ما هيكون حداتي، بإصرار، بعزيمة، بجماعية، بإيجابية، بروح هجومية يتقدم الفريق. الله عليكم، الله عليكم، كلكم تسلم رجليكم. ألابا المدافع النمساوي باللامركزية، بالتيكا تاكا الألمانية وبأقدام نمساوية يتقدم الظهير الأيسر الذي خلع تغطية الإخفاء وفجأة أصبح رأس حربة، فجأة أصبح رأس حربة. شوف اللامركزية، شوف اللانزراعية، شوف كرة قدم جوارديولا الحقيقية تنتقل باللمسة الجميلة والتحرك المثالي، وينجح ألابا صاحب القدم اليسرى وموقع الظهير الايسر في ان يسجل بالقدم اليمنى من موقع راس الحربة. زلاتان ابراهيموفيتش ورفاقه والنجم الكبير كافاني. عودة من جديد مانزوكيتش، لازم البايرن يسجل من تاني ولا ايه؟ روبن عايز يعمل اللي عليه، ريبيري على طول النجم الكبير، مجال لا 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 لا. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. شوف ريبيري بيعمل ايه، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اختراقه وانطلاقه ليبقى دائما البايرن في افضل اختراق نفاقه. الله عليكم، الله عليكم، كلكم تسلم رجليكم. شجرة الخيرزان، المرونة الحقيقية، التيكا تاكا الألمانية، أقدام وعطر فرنسي وبمايسترو أسباني. جوارديولا يقدم وريبيري دائما يتقدم، يخترق ويعدي ويمر ويفوت ويشوط بتشب عظيم. أي رؤية، أي إحساس، أي ثقة، أي تشب يا ولد. لا 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 لا. بعد كل ده، بعد كل الجهد والإجهاد ده، بعد كل المرور والعبور ده، عنده من الثقة والمخزون من المهارات الجميلة بالشكل ده. ليه مانزوكيتش حلول كتيرة حضرتك. جوتس اللي نزل دلوقتي عنده 25 مباراة أوروبية و4 أهداف. انطلاقة ثاني من جديد، ادي البداية. جوتس يتقدم، نجم دورتموند العظيم، حول ثاني من جديد، بينما البايرن يقول له تعظيم سلام. الذكريات الجميلة والأهداف الكبيرة وشفاينشتايجر بعدما أصبح الكابتن، هي تحية الكابتن وتحية جوتس بعدما صنع هدف بمجرد نزوله بثواني قليلة ليكون شفاينشتايجر شارة الكابتن. فان حسن لي خرج في
الابهام نزل جوتسي، والبايرن هو لم يتغير، بل زاد رصيده، زادت رغبته. جوتسي بعد نزوله بمهاره، بثقه، بتمريره ارضيه، ثم باستلام بدوران 100 ليتقدم شفاينشتايجر للبايرن برابع الاهداف. استلام بدوران، بتحضير، باحساس بالمكان، اقدام فنان. كابتن البايرن يتقدم برابع الاهداف 4-0. متحرك ونشيط ومكسب في اي لحظه، قيمته كبيرة عندما حضر من دورتموند، ومع ذلك سبحان الله دورتموند يقدم انتصارات باستمرار على المستوى المحلي وعلى الأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، ويقدم عروض محترمة. تاني من جديد، فرصة الخامس. الله عليك عملت اللي عليك. لسه بقول لحضراتكم لعيب يا عيني في توقيت مناسب. سبحان الله، كأنه بيقلع طريق الإخفاء، فجأة بيتواجد كراسة حربة بكل هدوء، بكل ثقة، وبكل تأني. أقدام جوتسي تغني وتعزف لحن للبايرن جديد. شوف التوقيت، شوف الفاصل القصر العظيم، شوف الاستلام بمثالية وبكرة قدم للبايرن حقيقية يمتعنا اليوم كما يجب أن تكون كرة القدم تقدم من البايرن في العصر الحديث. 5-0 نتيجة كبيرة ونتيجة مستحقة.